يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد التتويج ببطولة كأس دبي للتحدي بعد الفوز على الأهلي السعودي في المباراة النهائية ب3 أهداف دون مقابل في البطولة الودية التي أقيمت في دولة الإمارات خلال فترة التوقف الدولي. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة 13 لبطولة الدوري العام المصري يوم الاثنين 19 فبراير في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويتواجد نادي الزمالك في المركز ال12 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة بعد خوضه 8 مباريات، بينما يتواجد نادي الإسماعيلي في المركز ال15 برصيد 8 نقاط بعد خوضه 10 مباريات. ويتبقى لنادي الزمالك 4 مباريات مؤجلة في بطولة الدوري المصري الموسم الحالي أمام كل من النادي الأهلي والاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا وفاركو. وسيخوض نادي الزمالك مباراتين خلال شهر فبراير الحالي بعد مباراة الإسماعيلي، حيث سيواجه نادي الزمالك فريق أبو سليم الليبي في الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية يوم الأحد 25 فبراير. ثم يختتم نادي الزمالك مباريات شهر فبراير بمواجهة فريق الداخلية يوم الأربعاء 28 فبراير في الجولة ال14 في الدوري المصري. وستكون المباراة القادمة لنادي الزمالك أمام الإسماعيلي هي المباراة الأولى تحت قيادة المدير الفني الجديد البرتغالي جوزيه جوميز بعد التعاقد مع نادي الزمالك لمدة موسم ونصف. كما ستشهد المباراة القادمة لنادي الزمالك ظهور بعض الصفقات الجديدة التي أعلن عنها نادي الزمالك، حيث نجح مجلس إدارة النادي في التعاقد مع أكثر من لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباريات القادمة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم، كما ينتظر جمهور القلعة البيضاء ظهور الصفقات الجديدة والمدرب الجديد بشكل جيد لمساعدة الفريق على تحقيق البطولات التي يشارك فيها خلال الفترة القادمة.